متسلحين بما خف حمله من سلاح وبعزيمة لا تلين في وجه القمع والقتل، يستعد هؤلاء الشباب للدفاع عن الناشطين السوريين العاملين على إسقاط النظام. إنهم عناصر ما بات يعرف بالجيش الحر. نحن عساكر انشقينا عن هذا النظام الفاسد. نحن نطلع ضد الظلم وضد الظلام، ندافع عن اخواننا المدنيين، عن اخواننا السوريين. كل نهار بيقتلوا شهداء وبيعتقلوا العالم، هيك الاعلام بيطالبوا بالحريه. ليسوا عصابات مسلحة على ما تذهب إليه رواية النظام، بل جنود انشقوا عن جيش بلادهم الوطني منذ قرر توجيه نيران أسلحته نحو المدنيين العزل. هنا في أحد منازل بابا عمرو يتحدث أفراد كتيبة الفاروق عن دوافع حملهم السلاح في وجه من كانوا حتى الأمس القريب رفقاء السلاح. والله انشقيت مع الحاجة، لولا ضالي مني كنت أوزتها، ما رضيت أوز على المظاهرات، وجاني اعتقد العالم اللي صار على الجامعة الأموية، ما رضيت بهذا الشيء. وفي شاب معي ما رضي بالحرام، قام أوز الأمن، يعني قبل ما يأوسوني إني حطيت براسي إني أهرب وجيت على بلدي. هؤلاء الجنود كغيرهم من آلاف آخرين انشقوا عن الجيش العربي السوري رفضوا إطاعة أوامر قادتهم بإطلاق النار على المتظاهرين، إذ كيف يفعلون وهم حماة الديار وساكنيها. بعضهم دفع حياته ثمن امتناعه عن قتل المدنيين، وبعضهم الآخر قرر المواجهة مع الشبيحة والانشقاق نصرة لثورة الحرية. في حمص كما في غيرها من المدن السورية التي تشهد انتشارا لكتائب الجيش الحر، تقتصر مهمة الجنود المنشقين على توفير الحماية للمتظاهرين. يدركون جيدا أن النظام الحاكم يسعى إلى دفعهم لعسكرة الثورة، ومن ثم تحويلها إلى حرب أهلية. لذلك يقولون إن المحافظة على سلمية الثورة أمر ضروري لانتصارها، لكن في الوقت عينه ينبغي ردع الشبيحة والقوى الأمنية عندما تستهدف المظاهرات أو جنائز من قتل بنيران القوى الأمنية. يحملون اليوم أسلحتهم الخفيفة ويحاولون تأمين الطريق لجموع المشيعين لإيصال جثامين الضحايا إلى مقبرة بابا عمرو. يرصدون أي تحرك للقوى الأمنية وهم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اعتداء على المشيعين، ذلك أن أحياء سوريا وقتلاها باتوا هدفا لرصاص الشبيحة، فالجنازات لم تسلم يوما من القمع، وكم من ضحية سقطت أثناء التشييع حتى أضحت الجنائز تلد جنائز منذ قرر السوريون رفع شعار الموت ولا المذلة.